بابا انتوا كنتوا فين كده انتوا الاتنين من الصبح؟ مش قلت مفيش نزول من البيت ومفيش لعب في الشارع؟ احنا كنا في الدرس يا بابا. هو انت ما تعرفش ان احنا بدأنا دروس؟ ايوه يا بابا، والله العظيم احنا كنا في الدرس. خلاص ماشي، انتوا عاوزين ايه يعني دلوقتي؟ هو انت فعلا يا بابا هتتجوز على ماما الله يرحمها؟ علشان خاطري يا بابا بلاش تتجوز على ماما. انتوا عرفتوا الموضوع ده منين؟ احنا عارفين كل حاجة يا بابا. بابا هي ماما ماتت امتى؟ امكم ماتت لما ولدتكم. غيروا الموضوع ده، ما عادش تتكلموا فيه. بابا هو انت مش هتخرجنا النهارده؟ لا يا همسه، انا ماليش مزاج والله لاي حاجه، خليها يوم تاني. ليه يا بابا؟ طيب يوم تاني بس. انا قلت اللي عندي، مش عايز وجع دماغ، انا ماشي. هو ليه بابا اتعصب علينا قوي كده يا همسه؟ ما اعرفش يعني، يمكن عشان قلنا له ما يتجوزش على ماما الله يرحمها. احنا كل مره بنقول له كده يا همسه وما كانش بيزعل. ما اعرفش يعني، يمكن اتعصب عشان جبنا سيره ماما الله يرحمها قدامه. ايوه يا همسه، هو فعلا كان بيحب ماما قوي الله يرحمها. الله يرحمه. طب تعالي نروح نتأسف. تعالي يا همسه. بابا عاوزه ايه يا هنا؟ هو انت زعلت لما احنا جبنا سيره ماما الله يرحمها يا بابا؟ لا ما زعلتش، الصراحه ايوه زعلت. انا عارفه يا بابا ان انت كنت بتحب ماما دي قوي، وان فراقها ليك كان صعب. الله يرحمها، كانت طيبه وبنت اصول. طب انت وراك حاجه النهارده يا بابا او هتروح في حته؟ رايح لامكم. امنا؟ انت هتروح لماما ازاي يا بابا؟ قصدي يعني اللي انا هروح لها المقابر. طب احنا عايزين نيجي معاك يا بابا. لا انا حابب اروح لوحدي. يلا سلام. هو بابا ماله يا همسه؟ ما اعرفش يعني، شكله زعلان قوي على ماما. انا اخلص على ولادي، اخلص على ولادي. ايه انت عاوز مني ايه؟ انا عاوزه ولادي. انت خطفت ولادي، هتخلص على ولادي. ولادك نفسهم يشوفوك، بس انا مش عارف اقول لهم ايه. اقول لهم امك عايشه ومجنونه. لا انت مجنون، انت مجنون. كل ما ولادك يجيبوا لي سيرتك ويقولوا لي كان نفسنا نشوف ماما، ببقى مش عارف اقول لهم ايه. اقول لهم امك عايشه وانا بكذب عليكم، بس هي في مستشفى المجانين. انا عايزه ولادي، عايزه اخلص على ولادي. عايزه تخلصي على ولادك؟ انا مش عارف اقول لك ايه، بس اللي اقدر اقوله لك اللي انت هتفضلي هنا، وهفضل اقول لولادك طول عمرهم اللي انت ميته. سلام. دكتور احمد، ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ الحمد لله والله يا دكتور احمد. مفيش اخبار عن مراتي؟ للاسف حالتها خطر جدا وخطر على اي حد. احنا بنعمل اللي علينا والله، بس حالتها الصحيه سيئه جدا. لا اله الا الله. يعني ايه يا دكتور؟ مراتي هتفضل طول حياتها في المستشفى؟ ان شاء الله خير، احنا هنعمل اللي علينا والباقي لربنا ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور احمد، عن اذنك. محمد بيه، ما بعت لك دعوه من الامارات عشان تشوف الشغل اللي هناك في المصانع. اجل ايه دلوقتي شغل يا احمد؟ انا مش عاوز حد يجي لي هنا، انا اخد اجازه. حاضر يا محمد بيه، عن اذنك. اعمل ايه بس دلوقتي يا رب؟ انا خايف ولادي يعرفوا حقيقة امهم، وخايف يعرفوا ان انا بكذب عليهم كل الفتره اللي فاتت دي. اعمل ايه بس دلوقتي يا رب؟ حقيقة امنا وبتكذب علينا؟ يا ترى انت مخبي علينا ايه يا بابا؟ ايه يا همسه، انت كنت فين كل ده؟ انا قعدت ادور عليكي كتير. انا سمعت حاجه غريبه قوي بابا بيقولها. حاجه ايه دي؟ سمعت ان بابا بيقول ان هو خايف ان احنا نعرف حقيقة امنا، وان هو بيكذب علينا كل الفتره اللي فاتت دي. ايه معنى الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش فاهمه اي حاجه. معنى الكلام اللي انا بقوله ده يا هنا ان ماما لسه عايشه وبابا بيكذب علينا طول الفتره اللي فاتت دي. طب واحنا نتاكد ازاي يا همسه؟ احنا لازم نراقبه يا هنا. يلا. ايوه، انا دفعت لك فلوس المستشفى، ودفعت لك فلوس العلاجات، ودفعت لك فلوس كل حاجه، وجبت لك اكل وشويه حاجات وسبتها لك في المستشفى. هتخف امتى بقى؟ عاوزه ولادي، عاوزه اخلص على ولادي. انا
خلص على ولادي. بابا بيكلم مين يا هنا؟ وانا ايش عرفني يا همسة؟ ربنا يشفيك يا آية. انا ما عادش هعرف اجيلك تاني علشان ولادنا ما ياخدوش بالهم. اشوف وشك على خير. مع السلامة. نسيتي مين؟ انتوا دخلتوا المستشفى ازاي انتوا الاثنين؟ النبي يا دكتور احنا عايزين نخش نقعد ونتكلم مع مامتنا شوية. مامتكم؟ انتوا ولاد الاستاذ محمد جبه؟ ايوه احنا اولاده وعايزين ندخل نقعد مع مامتنا شوية. مستحيل حد يخش يقعد مع مامتكم دلوقتي لان امكم حالتها خطر جدا، وبالذات انتوا الاثنين ما ينفعش تتكلموا معاها خالص. هي مالها يا دكتور؟ وليه ما ينفعش ان احنا ندخل نقعد معاها؟ انا ما ينفعش احكي لكم اي حاجه. والنبي يا دكتور احكي لنا كل حاجه، احنا كل ده عايشين في وهم ان مامتنا ميته. انا هحكي لكم كل حاجه. انتوا كنتوا فين انتوا الاتنين؟ انا مش بكلمك، انت مش بترد ليه؟ انت ليه خبيت علينا كل الفترة اللي فاتت دي يا بابا؟ خبيت؟ انا مش فاهم حاجة. احنا عرفنا الحقيقة يا بابا، وعرفنا ان امنا عايشه وفي مستشفى المجانين. انتوا مين اللي قال لكم الكلام الفارغ ده؟ احنا عرفنا كل حاجة يا بابا وانا مش مسامحاك. انت ليه خبيت علينا الحقيقه يا بابا؟ انا مهما قلت لكم انتوا مش هتصدقوني، بس انا كنت خايف عليكم والله. ليه ما قلتلناش ان امنا عايشه بس محجوزه في مستشفى المجانين؟ انا عمري ما هسامحك ابدا. ماما، انا همسه بنتك يا ماما، انتي وحشتيني قوي. همسة حبيبتي، خرجيني من هنا همسة، انتي وحشتيني قوي. وانتي كمان وحشتيني قوي يا ماما. انا كنت مفكراكي ميته بس الحمد لله انتي طلعتي عايشه وكويسه. لا لا لا، انا مش ميتة، انا كويسة. خرجيني من هنا بسرعة. حاضر يا ماما. امال همسة اختك فين؟ معرفش يا بابا، انت عايز همسة في ايه؟ عايزها علشان اعرفكم الحقيقة واعرفك انا عملت ايه علشان. خلاص يا بابا، الحقيقة دلوقتي ما عادش لها اي لازمة. احنا عرفنا ان احنا مامتنا عايشة وقاعدة في مستشفى المجانين يا بابا. امكم كانت مجنونة وانتوا صغيرين، وامكم كانت عايزة تخلص عليكم، وانا لحقتها قبل ما تخلص عليكم وجبت لها دكتور، والدكتور هو اللي امر بكده، امر ان امكم تفضل في المستشفى علشان دفع لو فضلت موجودة معانا فخطر على حياتكم. طب انت ليه يا بابا ما قلتلناش الكلام ده؟ كنا حتى نساعدها، كنت دايما معرفنا ان احنا مامتنا ميتة. والله يا هاني انا حاولت كتير اساعدها بس ما كانش في امل خالص. يعني واحنا صغيرين يا بابا امك كانت عايزة تقتلنا؟ الو الو يا استاذ محمد، الحق همسة بنتك، مراتك هتموتها. همسة بنتي؟ همسة مالها يا بابا؟ في ايه؟ الدكتور بيقول ان امك هتقتل همسة، لازم نلحقها بسرعة. ابعدوا عني، ابعدوا عني، محدش يقرب مني. انا لازم اخلص على ولادي، انا لازم اخلص على ولادي. لا والنبي يا ماما ما تقتلنيش، انا همسه بنتك حبيبتك، ما تقتلنيش. لا لازم تموتي، الناس كلهم وحشين هيأذوكي، لازم تموتي. اي سيبي همسة ما تعمليش فيها حاجة. الحقني يا بابا. لا لا لا، لازم اخلص عليها عشان ترتاح. بابا همسة حبيبتي ما تخافيش، تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. انت يا زفت قال اسمك همسه، باباكي فين؟ صدق الله العظيم. نعم يا ست هاني،
باباكي محمد فين؟ برن عليه ما بيردش عليا. اللي مؤاخذة يا ست هاني، انا اسف والله اني اتأخرت عليكي. انت كنت فين يا محمد كل ده وبرن عليك وما بتردش عليا ليه؟ حقك عليا والله، اصل بطني كانت وجعاني قوي، انا كنت في الحمام. ماشي يا محمد هسامحك المره دي. خد بقى جيب لي الطلبات دي وما تاخرش عليها عشان عايزه اروح. حاضر يا ست هاني، هجيبها لك بسرعة. ماشي يلا سلام. ابا انا حفظت الصوره اللي انت قلت لي احفظيها، اسمعها لك؟ خلاص ماشي يا روح قلبي، يلا سمعيني وعلي صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. اسكتي اسكتي، ايه اللي انت بتقولي ده؟ مش عايز اسمع صوتك. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. صدق الله العظيم. في ايه يابا؟ هي ما انا عمال اصوت كده ليه؟ مش عارف والله يا همسة يا حبيبتي، ربنا يستر. اسكتي اهدي اهدي. فيا ست هاني، بنت حضرتك مالها؟ مفيش يا محمد، يلا روح انت جيب الطلبات وما تاخرش. تعالي هات. ايه ده يابا؟ هي ازاي مش عايز تسمع صوتي وانا بقرا قران؟ والله ما انا عارف يا همسة يا حبيبتي، مالناش دعوة، خلينا نشوف مصلحتنا واحنا ساكتين، انا رايح اجيب الطلبات. ايه ده؟ في ايه؟ البيت دي نايمه على الارض كده ليه؟ في ايه؟ كانت هتودينا في داهيه النهارده وتلم علينا الناس. ليه يا ايه اللي حصل؟ العمل والسحر اللي احنا عملناه لها خلاها اول ما سمعت قران قعدت تصوت في الشارع بصوت عالي. الله يخرب بيتك يا ايه، كنت هتودينا في داهيه. الحمد لله لميته بسرعه. المهم احنا عايزين نخلص من البيت دي في اسرع وقت عشان تورثي جوزك اللي مات. العمل اللي انا عاملاه الله يخلص عليه. يلا في داهيه. يا نهار اسود. بنتي يا همسة، هي راحت فين؟ يابا انا عايزه اقول لك على حاجه سمعتها. خير يا بنتي يا همسة، قلقتيني. البت اللي فضلت تصوت النهارده الصبح اول ما سمعت صوت وانا بقرا قران هي مرات ابوها اللي انت بتجيب لها الطلبات. يا الست هانم، مالها؟ انا مش فاهم حاجة. ايوه يابا، هي يا ست هانم عملت عمل للبت دي عشان تجننها وتخلص منها وتاخد منها كل الفلوس اللي هي تورثها من ابوها. لا اله الا الله، الله الوكيل، احنا عايشين مع بهايم. عشان خاطر يابا احنا لازم ننقذ البت دي. ماشي يا همسة، هنساعدها. وهنساعدها ازاي يابا؟ انا هقول لك هنعمل ايه يا همسة. السلام عليكم، حضرتك الأستاذة آية؟ ايوه انت مين؟ الأوردر بتاع حضرتك جاهز. طيب ثواني هطلع اجيب لك الفلوس واجي على طول. وانت يا هنا خليكي هنا ما تتحركيش، انت فاهمه؟ حاضر يا مرات ابويا. ست هانم بنت عم محمد، انا ابويا تعبان قوي يا ست هانم. الف سلامة عليه. طب هو فين عشان اروح اطمن عليه؟ تعالي معايا يا ست هانم وانا هوريلك هو فين. حاضر. اتفضل الفلوس بتاعتك اهي. امال البنت اللي كانت قاعده هنا فين؟ ما أعرفش والله يا ست هانم، عن إذنك. يا ربي هتفضحيني يا هنا، البنت دي خطر في الشارع يا هنا. تعالي يا ست هانم، ابويا تعبان قاعد هناك اهو. تعالي. لا انتي واخداني على فين؟ ما تخافيش يا ست هانم، ابويا هناك اهو، هنروح له ونرجع بسرعه. انا لازم ارجع لمرات ابويا دلوقتي. تعالي يا ست هانم ما تخافيش. قلت لك سيبيني، انت فاهمه؟ يا نهار اسود، البنت دي عليها جن شر قوي. يا رب استر، انا عايزه اروح عند ابويا. يابا ايه يا بنتي يا همسة؟ ايه ده؟ مش احنا اتفقنا انك تجيبي البت هنا وانت جايه؟ هي ما جتش معاكي ليه؟ كانت جايه والله العظيم يابا معايا، وفجاه كده ما اعرفش ايه اللي حصل لها، سابتني ومشت. وانا قلت لها تعالي يا ست هاني، ابويا واقف هناك وهنروح. فضلت تقول لي وتزعق انا عايزه اروح انا عايزه اروح انا عايزه اروح لمرات ابويا، وقامت خانقاني وعينيها اتحولت للون الاسود وكده هتموتني. لا اله الا الله. بنتي يا همسة، البيت دي شكلها عليها جن صعب قوي، احنا لازم نبعد عنها. بس مش صعب علينا يابا، انا هروح احفظ قران وان شاء الله هنلاقي لها حل ونساعدها. لا اله الا الله، الناس بقت وحشة قوي، ربنا يعدي الايام ده على خير. انت كنت فين؟ انا مش قلت لك ما تتحركيش من مكانك؟
بنت عم محمد هي اللي اخدتني لوحدها. لوحدها ازاي؟ انا مش قلت لك ما تمشيش مع البنت دي؟ البنت دي مش كويسه وهتعمل حاجات تاذيكي. انا اسفه، ما عدتش هعمل كده تاني. ماشي يا هنا حبيبتي، اطلعي يلا البيت، انا مجهزه لك الاكل، اطلعي كلي. حاضر يا مرات ابويا، هطلع اكلها. ماشي يا محمد انت وبنتك. يابا انا رحت للشيخ المداح يابا، وهو قال ان هو هيساعدنا. الشيخ المداح؟ مش الشيخ المداح ده اللي بيطلع في التلفزيون؟ ايوه يابا، هو اللي على اول البلد. طب وقال لك ايه بقى يا همسه؟ قال انه هيساعدنا بس عايز 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ اه. طب اسكتي يا همسه الله يهديك، هو ولا شيخ ولا حاجه، ده شكله راجل نصاب. انا قلت كده من الاول برضه، اما راح احفظ القران يابا. ربنا يهديك يا همسه. انت يا زفت اللي اسمك محمد. خير يا ست هانم؟ بنتك همسه فين؟ ليه يا ست هانم، هي عملت ايه بس؟ قول لها ما عادش ليها دعوه ببنتي، مفهوم ولا لا؟ لا اما وعزه وجلاله الله اوديكم في داهيه. احنا اسفين يا ست هانم، اخر مره والله العظيم. عالم مقرفه. همسه، امال باباكي عامل ايه دلوقتي؟ طمنيني عليه. ست هانم الحمد لله يا ست هانم، ابويا بقى كويس. طب وقفيني يا همسه علشان عايزه اروح اسلم عليه. هو هنا كويس ست هانم، تعالي نروح عنده. يا نهار اسود، هي مرات ابويا بتزعق لعم محمد كده ليه؟ معرفش يا ست هانم. يا نهار اسود، ست هانم يا ست هانم فوقي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده باين عليها اغمى عليها، انا لازم اروح اقول لابويا بسرعه. اديني بقول لك، هو انت فاهم ولا لا؟ حاضر يا ست هانم. يابا الحق يابا، كفايه يا بنت يا همسه، في شقه من العماره اللي هناك دي بتولع. يا نهار اسود. عن اذنك يا ست هانم، تعالي معايا يا بنت. تعالى يابا تعالى. ايه ده؟ الله يخرب بيتك يا بنت يا همسه، انت عملت ايه؟ والله العظيم يابا ما عملت لها حاجه، هي اول ما شافت مرات ابويا بتتكلم معاك قام مغمى عليها. ما هي مرات ابوها دي عامله لها سحر اسمه سحر العيون. السحر ده خطر قوي وبيموتها بالتصوير البطيء. ما انا عارفه يابا، ما انا سمعتها وهي بتتكلم مع عشقها. انا لازم اراقبها واراقب عشقها ده لحد ما اعرف الحقيقه وننجز البت الغلبانه دي. احنا لازم ننقذها يابا. خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من كل شيطان رجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. احمد ايه يا ايه اتاخرت كده ليه؟ مش مهم الوقت يا احمد، المهم عملت ايه في اللي قلت لك عليه. احنا لازم نخلص من البت دي النهارده قبل بكره. جبت لك سحر العيون اللي هيخلص عليها ويخلصنا منها ونتجوز بقى. انا لازم اخلص عليه لان هنتكشف بسببها ونروح في داهيه. طب حط لها السحر ده في كوبايه العصير وخليها تشربه كله كلها ساعات وهتموت.
ربنا يسهل ويعدي اليومين دول على خير. جمدي قلبك يا ايه وسيبك من كل ده، ما تيجي معزمك على كوبايه عصير مانجا. انت رايق والله. يلا احنا مش واخدين من الدنيا حاجه. يا نهار اسود، عايزين يخلصوا على البيت. انا لازم الحقها بسرعه قبل ما تعمل فيها اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اسكتي، انت فاهمه؟ انا مش عايزه اسمع صوتك. اسكتي. صدق الله العظيم. حاضر هنا يا حبيبتي، اهدي. انا مش عايزه اسمع صوتك، مش عايزه، انت فاهمه؟ يا همسه يا حبيبتي، ايه السود ده؟ ما اعرفش يا بابا، وانا بقرا على هنا قران فجاه لقيتها عماله تصوت. اهدي يا هنا يا حبيبتي، اهدي. ابعد عني، كلكم ابعدوا عني، انتوا كلكم وحشين. طيب يا حبيبتي، هنبعد عنك كلنا. كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. اطلع بره يا همسه. كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يابا هي هنا بقت كويسة؟ ايوه حبيبتي، بقت كويسه دلوقتي الحمد لله. شويه وهتفوق. يعني خلاص يابا، سحر العين اللي عليها ده اتشال؟ ايوه حبيبتي الحمد لله اتشال من عليها. بس اهم حاجه ما تشربوش تاني، علشان لو شربتوا تاني السحر ده هتموت. اكيد يابا مرات ابوها هتشربوا لها تاني. احنا لازم نخفي البت دي في اي مكان، علشان مرات ابوها لو وصلت لها هتشربها العمل اللي هي جايباه تاني. بس انا مش عارف هنخفيها نوديها فين. احنا بس نفضل جنبها لحد ما تقوم بالسلامه، وبعدين نهرب من المكان ده. احنا هنفضل جنبها يابا لحد ما نلاقي الفرصة ونهرب فيها. ماشي يا همسه، خلينا معاها لحد ما تفوق. يا ترى الايام اللي جايه هيحصل فيها ايه؟ انتظروا الجزء التاني. بابا يا بابا، انت وحشتني قوي يا بابا. وانت كمان يا همسه يا حبيبتي، وحشتني قوي قوي. بس انا زعلان منك يا بابا، سايبني كل ده قاعده مع الشغاله لوحدي. حقك عليا يا همسه يا حبيبتي، ما تزعليش مني. خلاص يا بابا مش زعلانه منك. هما مين دول يا بابا؟ بقول لك يا بابا رد عليا، هما مين دول؟ بقى هي دي همسه بنتك يا محمد؟ عايز تعرف احنا مين يا حبيبتي؟ ايوه عايزه اعرف انتوا مين. انا بقى مرات بابا، ودي هنا بنتي وزي اختك بالظبط. مالك يا همسه يا حبيبتي؟ انت شكلك اتصدم كده ليه؟ الكلام اللي هما بيقولوه ده صح يا بابا؟ ايوه يا همسه يا حبيبتي صح. انا جبتهم من البيت التاني علشان نتعشوا كلكم في البيت ده، وهتبقى زي مامتك بالظبط. لا يا بابا، عمري ما في حد هيبقى زي ماما، ولو هما جم يعيشوا في البيت ده انا همشي منه ومش هشوف وشي تاني. ايه الاسلوب اللي انت بتتكلمي بيه ده؟ انت بنت مش محترمه. طب بتزعلي علشانهم يا بابا؟ امشي من وشي، مش عايز اسمع صوت. بابا اتجوز على ماما. ما يا ماما لو كانت عايشه ما كانش زمان بابا عمل في ماما كده. مالك يا همسة يا أختي؟ انت واقفة لوحدك كده ليه؟ مالكيش دعوه يا بنت انت، ما تقوليش اختي تاني، انا ما عنديش اخوات. أنا عذراكي يا همسة، أنا عارفة إن الموضوع كان بالنسبة لك صدمة، بس نعمل إيه بقى؟ النصيب. اكيد بابا ما عملش كده لوحده، وانت وامك عملتوا حاجه عشان بابا يتجوزها. بنت احترمي نفسك، أنا سكتالك وماسكة نفسي، لكن لو أنت عايزة تشوفي الوش التاني أنا هوريهولك. في ايه يا هنا يا حبيبتي؟ ماما البت دي ضربتني، وانا قلت لها انت ضربتيني ليه؟ قالت لي انت تمشي انت وامك من البيت بدل ما اقتلك. انا قلت لك كده يا كذابه. انت يا بنت مش ناويه تجيبها البر؟ انا سكتلك كل ده عشان خاطر باباكي محمد، لكن غير كده كنت بهدلتك. يلا يا هنا. بابا عاوزه ايه يا همسه؟ انا عايزه اقول لك على حاجه، الناس اللي انت جايبهم دول انا مش مستريحه معاهم، رجعهم بيتهم القديم تاني. انت مالك انت يا همسه؟ واتكلمي عليهم باسلوب كويس. الناس اللي انت بتتكلمي عليهم بطريقه وحشه دي تبقى مراتي وزي مامتك بالظبط، وبنتها الصغيره دي زي اختك. اتجوزت على ماما ليه يا بابا؟